فيك، شكرا بزاف. الاحساس ديالك؟ الحمد لله فرحان لواحد الدرجة لا توصف، وكنعيا من نوصل هاد الفرحة. ما نقدرش نعطيها حقها. بديت ماشي كنت متوقعة النقطة ولا هذه، جات الحمد لله من عند الله، الحمد لله على كل شيء. التفوق ديالك وطنيا. نعم. الاحساس ديالك؟ كانت مفاجأة كبرى. بديت البارح في الليل كنت وصلت بالنقطة وحمدت الله وصافي، كملت الصباح قريت عادي وكل شيء، حتى جيت للشيعة قالوا لي أولى جهويا ثم الأولى وطنيا، الحمد لله. بالنسبه للاستعداد ديالك قبل الامتحان؟ الاستعداد ديالي كان بفضل الأساتذة ديال الأطر والأطر المدرسة العلمية، اللي هما اللي عاونونا وعطاونا واحد الاستعداد كامل، بالحصص الدعم الإضافية، بالدعم النفسي، بامتحانات تجريبية، كاع هاد لي فاكتور عاونونا باش ننجحوا الحمد لله. هبه بناني حصلتي على 19.61 كأعلى معدل الصعيد الوطني في نتائج البكالوريا. شنو هي المؤشرات اللي كانت سبب حقيقي في هذا النتاج الدراسي المتميز؟ اولا توفيق من الله. ما يمكننا ندير حتى شي حاجه من غير الدعاء والتقرب من الله، هو اللي كيبارك لينا في داكشي اللي كنديرو، والاخلاص. وماشي ما كيتقتصرش على يوم واحد ولا شهر واحد، الخدمه كتكون دائما يوميا، وحتى البيئه كتلعب دور. مثلا اللي لقيت في المدارس العلميه الاساتذه ديالها بالتلاميذ ديالها اللي خلق لنا واحد البيئه اللي كتعاوننا على النجاح والاجتهاد، ماشي كترجع بنا الله. هبه بعد هذا المعدل اعلى نقطه واللي هو في حد ذاته يعد التتويج، خطواتك المقبله؟ ان شاء الله دابا نركز على البريباراسيون كونكور ان شاء الله، وباش الى كتاب ان شاء الله بديت نقرا طب باش نولي طبيبه ان شاء الله. هبه هذا المعدل ان دل فهو كيدل على واحد الذكاء وتخطيط مسبق ودراسه وايام سهر وليالي تيشاركوا فيها حتى الاباء. كيكون واحد النسبه ديال انا واثقه انا غادي ننجح، غنجيب هذا المعدل. كان عندك هذا الاحساس؟ طبيعه الحال راه الكتوبه ديالي وما نقدرش نرميهم ولا شي حاجه، كنقول ما تعرف شنو يوقع ولا دونك كان دائما عندي داك الهاجس، راه صحيح ما كتعرف شنو يقدر يوقع عليك وهذا، لكن الحمد لله كان توفيق الله هو اللي خلاني نوصل لهذا. بالنسبه للوالدين غتوجهي للوالدين؟ الوالدين هما اللي لعبوا واحد الدور كبير، خصوصا ان مع الشخصيه ديالي وهذا شويه كنت ستريسا وهذا، لكن مع الاباء والاساتذه اللي عطوني واحد الدعم نفسي هما اللي خلاوني نكمل وما نوقفش ولا نستسلم في شي وقت، شي ظروف صعبه ولا. شنو هما الرساله ديالك للوليدات اللي ما نجحوش او الوليدات اللي خداو الاستمراريه؟ ما كتعرف الخير فين مخبي لك اي نقطه، اي انا وكون ما جبتش كاع حتى شي حاجه، نقول ان الله مخبي لي الخير في شي بلاصه. دونك اي نقطه جبتيها ما كتعرفش شنو مخبي لك الله. لا انا الحمد لله كنت كنقول يا ربي غير نجيب شي نقطه زوينه غير تخليني نجيب لو سوي ديال المدارس اللي كاينين، ولكن الحمد لله ما كتعرفش الله. تصلوا باش نزل الوزاره؟ وقال اتصلوا ببابا، انا يلاه كنت دخلت من القرايه لقيتهم كيتصلوا. شنو تقول للزملاء ديالك اللي ما ساهمش الحظ اللي هما دوزوا معاك؟ كانوا بزاف معايا في القسم ولا معايا في المدرسه، نيت كنشوف الجهد اللي كيبذلوا، وديما كنقول لهم ما عمركم ما تستسلموا، وما كتعرف الخير فين مخبي لك الله. الا ما شفتيش النقطه دابا راه غتجيبها من بعد، ولا ما تعرفش فين كاين داكشي اللي مناسب ليك. علاش واخا تختار الله اللي كيختار لك. شكرا.